السلام عليكم واهلا وسهلا من جديد ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا كاملين مزيانين، وكنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو هذا وانتم تكونوا في تمام الصحه والعافيه. وبالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله فغادي نشارك معكم فيه واحد الوجبه ديال العشاء اقتصاديه بدون لحوم، وبالنسبه للذه فكتجي لذيذه بزاف، كتجي زوينه. والاهم من هذا الشيء هذا كله هو فدغيا كتوجد، يعني تقدروا توجدوها حتى لاخر اللحظات، وكتجي لذيذه فعلا كتستحق التجربه. وكنتمنى انكم تجربوها، فانا اكيده انها غادي تعجبكم. وكما العاده ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم مع الطريقه ومع المقادير. وقبل ما نبداو ففضل وليس امرا، اذا كنتم مازال ما شاركتوش في القناه فشاركوا وفعلوا الجرس باش تبقاو دائما توصلوا بالجديد. ونبداو الفيديو ديالنا بسم الله على بركه الله. وغادي ندوزو المقادير مع طريقه ديال التحضير. غادي نحتاجو عندنا الا كانوا جوج حبات كبارين ديال الفلفل، انا عندي هنايا جوج متوسطين، درت جوج متوسطين وحده صغيره. غادي نحتاجو البصله متوسطه، وعندنا بطاطا اللي تكون من الحجم الكبير. اول حاجه غادي ناخذ الفلفله، غادي نقطعوها لمربعات صغارين. من غادي نكمل هاد الكميه كامل اللي عندنا، وغادي نديروها في مقله اللي غادي نحتاجو اننا نشحروا فيها. هنا ملي غادي كملت الفلفله، نفس غادي نديرها البصله، هذيك الحبه المتوسطه ديال البصل حتى هي غادي نشدها وغادي نقطعها الى قطع ولا المربعات هكايا اللي تيكونوا صغارين. صافي من بعد غادي ندير هاد البصله والفلفله في المقله اللي غادي نشحر فيها. غادي ندير لها واحد الملحه، والملح دائما فتيبقى على حسب الذوق. المهم كندير هنا الكميه ديال الملح الكافيه على حسب الحاجه ديالتنا. وهنا غادي نضيفوا الزيت الكميه الكافيه اللي غادي نشحروا فيها. صافي وكنديو هاد المقله هذه كنديوها الفوق من العافيه باش كطيب لينا. وهنايا راني شعلت عليها البوطه على نار متوسطه، خليتها غادي تشحر. وهنايا في جهه اخرى غادي ناخذ هذيك الحبات ديال البطاطا، غادي ناخذ الحكاكه اللي كتكون العيون ديالها هكايا غلاضين، وغادي نحك هاد الكميه ولا هاد الحبه هذه ديال البطاطا غادي نحكها كامله. صافي هنايا ملي كملت كتجي على هاد الشكل هذا. هنا ملي ساليت غادي ناخذها وغادي نعصرها، يعني غادي نحيد منها هذيك النشا اللي تيكون فيها. ضروري هنا ما كنعصرها باش ما كترخيش لينا الماء في الوجبه اللي غادي نصيبو. صافي هنا بلما حكيتها لقيت هنايا هاد البصله والفلفله لقيتهم نزلوا واحد شويه، غير بلما هبطوا في هاد الاثناء هادي غادي نزيد عليهم هذيك الحبه ديال البطاطا. صافي غادي نحاول انني نخلطها حتى يتمجنوا هاد المكونات هادو مزيان، ندخلها في هذاك يعني ندخل هاد البطاطا هادي في داك البصله والفلفله، نحركهم مزيان. ومن بعد غادي نغطيهم. وهنايا غطيتهم، ولكني راه مره كندوز هكايا وتنبقى تنحرك، حيت هذيك البطاطا راه يعني كتلصق في المقله. مره هكايا ما نغفلش عليهم، يعني مره كنحيد هذيك الغطاء وكنبقى كنحرك. صافي هي هنايا الحشوه ديالتنا واجده، كتجي زوينه، كيجي المذاق ديالها متميز. صافي هنايا غادي نخليها هكايا على جنب باش كتبرد لينا. وهنا غادي ندوزو نوجدو الخليط ديالنا. في جهه اخرى كناخذوا واحد الاناء كنضيفوا فيه جوج حبات ديال البيض اللي تيكون عندنا في الحراره ديال المطبخ. من بعد كنضيفوا عليه الملح دائما كيبقى لصحيح الذوق، وتيبقى على حسب الحاجه كتضيفوا الكميه شحال ما بغيتو نتوما. درت انا هنايا تقريبا واحد راس ملعقه ديال الملح. غادي نضيف هنايا الابزار، درت هنايا راس ملعقه ايضا ديال الابزار. من بعد ضفت هنايا راس ملعقه ديال البودره ديال الثوم. وكتبقى البودره ديال الثوم الا ما بغيتو ما ديروهاش فكتبقى اختياريه، الا انا راه كتعطينا واحد المذاق اللي تيكون زويون في هذه الوجبه هذه، كتعطي واحد المذاق اللي لذيذ بزاف. صافي انا غادي نخلط هاد المكونات هادو مزيان مع بعضياتهم. غادي نمزج هاد البيض مع هاد التوابل هادو اللي ضفت له، غنخلطهم غير بالخلاط اليدوي. من بعد غادي نضيف واحد القليل ديال الخردل اولا لا موطارد، وغادي نعاود نولي نمجو مع هاد المكونات هادو. ومن بعد غادي نضيف ربع كاس ديال زيت الزيتون. غادي نمججو مع هاد الخليط هذا، غادي ندخلو في الخليط حتى ما كيبقاش لينا هذاك الزيت معزول على البيض، يعني كنخلطو مزيان. هنا صافي ملي كيتمزج لينا هذاك داك الزيت مع البيض، في هاد الاثناء هذه غادي نضيف نصف كاس ديال الحليب اللي تيكون عندنا في الحراره ديال المطبخ. صافي هنا ملي تمزجوا لنا هاد المكونات هادو مزيان مع بعضياتهم ودخلوا لينا، غادي نجيبوا واحد الكاس ديال الدقيق وغادي نبقى نضيفوه تدريجيا.
صافي هنا غادي نضيف جزء منه، غادي نحاول انني ندخلو ونعاود ملي نضيف جزء واحد اخر. من بعد غادي نضيف هنايا عندي خميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام، وغادي ندخلها في هاد حتى هي، يعني غادي نخلطها مع هاد الخليط هذا حتى كيجينا واحد الخليط اللي تيكون خفيف، يعني تيكون القوام ديالو متقطع، ما كيجيش بحال الكيكه اللي تيجي قوام يعني داك الخيط نازل. صافي انا هنايا هزت ليا كاس يعني ما عامرش، تبقات لي هاد الكميه هاد، يعني داك الكاس راني ما درتوش كله هو. صافي بالنسبه للخليط، القوام ديال الخليط كيجيني على هاد الشكل هذا. من بعد غادي نضيفو عندي هنا كميه ديال الزيتون مقطع، ضفتو الخليط، وعندي هنا 3 الحبات ديال الفرماج مثلث. وبالنسبه للفرماج تقدروا ديروا نتوما اي نوعيه يعني متوفر عندكم، حتى الا كان الفرماج ديال ساندويتش ولا موتزاريلا ولا فرماج احمر، يعني اي نوعيه كانت عندكم. انا عندي هاد المثلث غادي نقطعو، ولكن هاد المثلث هذا انا علاش درتو حيت كيبقاو هادوك الطريفات يعني ما تيذوبوش، وملي كنجيو كناكلوها كتجي هذيك العضه كيجي فيها هاد الفرماج هذا، كيعطي يعني واحد المذاق اللي كيكون زويون. صافي غادي ناخذ هادوك 3 ديال الفرماجات، غادي نقطعهم المربعات هكايا، وصافي هنا ما غاديش نخلطهم يعني مزيان، غير غادي ندخلهم غير غادي ندخلهم يعني في الخليط، غادي نخدمهم غير واحد شويه. صافي كنحيدو داك الخلاط اليدوي وكناخذ واحد سباتولا وبها باش غادي نضيفوا هاد الحشوه هذه. في هاد الاثناء هذه راه كانت الحشوه بردات، يعني ملي كنت كنخدم هاد الخليط هذا راه في ديك الوقيته صافي هنايا راه هدفات باش ما كتهبطش لينا هذاك البيض. غادي نضيفها لهاد الخليط هذا وغادي ندخلها غير بالسيعانه ديال لا سباتول. صافي غادي ندخلها بهاد الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا، وصافي هو هنايا الخليط ديالنا جاهز. هنا غادي نجيب المول اللي غادي ندخلوه الفران. انا غادي نستعمل هذا المول هذا. بالنسبه للمول تقدروا تستعملوا يعني اي مول عندكم متواجد، ديال الزاج ولا اي مول عندكم. المهم انا غادي نخدم بهذا ديال الكيكه، دهنته هنايا بالزبده وغادي نفرغ فيه الخليط. صافي هنايا ملي فرغت الخليط كنحاول انني نساوي الوجه بالسباتولا باش كيجينا يعني الوجه ديالو مقاد. ومن بعد هنا كخطوه اختياريه خديت الجبن ديال الموتزاريلا، حكيته ووزعته هنايا على الوجه ديالها. صافي هنايا غادي ندخلها للفرن اللي مشعل عليه كيسخن من قبل على 180 درجه. غادي ندخلها، غادي نشعل عليه غير من التحت حتى كدوز لينا واحد المده ديال بين 20 دقيقه 25 دقيقه. ومن بعد كنشعلوا عليها مده ديال 10 ديال الدقائق من الفوق، يعني كنديروا لها تقريبا الطياب ديال الكيكه، وكتبقى على حسب النوعيه ديال الفرن. صافي هي عندي هنايا واجده الفوق، تنتسناوها حتى كتحمر لينا وكتاخذ لينا هذا اللون هذا. صافي هي عندي هنايا واجده، غادي نحيدها هكايا من المول وكيجي الشكل ديالها هكايا. هنايا راها كانت مازال سخونه وكنت يلا كيخرجتها من الفران. شوفوا كيفاش كتجي، صراحه كتجي زوينه وكتجي كتشهي. كنتمنى انكم تجربوها، وانا اكيده انها غادي تعجبكم وغادي توليو مدمنين عليها. يعني راها كيف شفتوا راه دغيا كتوجد، راكم تقدروا توجدوها حتى لاخر لحظات الا بقيتوا هكا جالسين يعني كتفكروا ما ديروا في العشاء. ففكره زوينه هذه. بالنسبه للمذاق فكتجي المذاق ديالها يعني شبيه بين تقريبا بين ليكيش والمذاق ديال الطورطيه، كتجي لذيذه بزاف وكنتمنى فعلا انكم تجربوها. هنا غادي نقسمها معاكم، شوفوا كيفاش كتجي رائعه فعلا فعلا، والله كنتمنى انكم تجربوها. وكما العاده غادي نذوقوها مع بعضياتنا، فكيجي المذاق ديالها جد رائع ومتميز، يعني كيف شفتوا في مقادير بسيطه بدون لحوم ولا حتى شي حاجه، فكتجي رائعه وكنتمنى فعلا انكم تجربوها. وكنتمنى انه يعجبكم الفيديو ديال اليوم. واذا عجبكم الفيديو ديال اليوم وعجبتكم الوصفه ديال اليوم فما تنساوش ديروا جيم وتخليوا لي واحد التعليق اللي يكون زوين كتشجيعوا صافي. واما اذا كنتو اول مره كتزوروني في القناه فكنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش تبقاو دائما توصلوا بالجديد، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. خليتكم على خير وبسلام عليكم.